اوعى تسأل السؤال ده تاني. طبيب وفيلسوف مصري قرر ان دينه ما يبقاش بالوراثة، فرجع للمربع صفر وانكر وجود الله وقرأ في كل الاديان، ولما عرف الحقيقة عمل 400 حلقة بتربط بين العلم والايمان، تحولات غريبة جدا في حياة دكتور مصطفى محمود. انا اسراء وده مؤثرون. مصطفى كمال محمود حسين اتولد 27 ديسمبر 1921 في شبين الكوم في المنوفية، من عيلة من الأشراف، يعني بيرجع نسبها لأهل البيت. كان طفل ذكي ومميز وفضولي بشكل مرعب، لكن جسمه كان ضعيف شوية، صحته مش أحسن حاجة، وده اللي خلاه يقعد كتير في البيت بدل ما ينزل يلعب مع العيال في الشارع. ودي ما كانتش عزلة، كانت بداية مكتبة كبيرة جدا في دماغه، زي ما يكون بيجهز نفسه لمعركة فكرية هتيجي بعد سنين. وهو صغير عمل معمل في بيته كان بيصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية، وكان عنده هواية غريبة جدا، كان بيحب يشرح الحشرات، وهو ده السبب اللي خلاه يدخل كلية الطب لما كبر. من كتر الأسئلة اللي كانت بتدور في دماغه عن سر الروح والجسد، كان بيحب المشرحة جدا وبيقعد فيها بالساعات، لدرجة انه طلع عليه لقب المشرحجي من كتر قعدته مع الجثث. لكن اللحظة اللي فرقت جدا في حياته لما كان صغير في المدرسة، سأل المدرس بتاعه سؤال غريب جدا: مين اللي خلق ربنا؟ المدرس وقتها زعق له وقال له اوعى تسأل السؤال ده تاني. وقتها سكت مصطفى، لكن دماغه ما سكتتش وفضل يفكر لحد آخر يوم في عمره. وهو في كلية الطب بدأ يكتب مقالات صغيرة في مجلة روزا اليوسف. كتاباته ساعتها كانت عاملة دوشة كبيرة، جريئة ومليانة أسئلة، لدرجة